ممدوح عباس يعلن عن إحالة مرتضى منصور للنيابة بعد خسارته في انتخابات مجلس الشعب. تحدث ممدوح عباس وقال: سيتم تعيين لجنة برئاسة لواء بالقوات المسلحة يمتلك كفاءة إدارية لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات، وذلك في شهر أغسطس القادم. حان الوقت أن يفرح جمهور الزمالك برحيل مرتضى منصور وسقوطه في انتخابات مجلس الشعب. تقدمت ببلاغات عديدة، وسيتم تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى النيابة خلال ساعات، والتحقيق معهم وحبسهم بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق النادي والجماهير. تم رصد مخالفات كثيرة من قبل لجنة التفتيش في وزارة الرياضة، وواثق بأن القرار سيكون حل مجلس الإدارة وحبسه.